علاش الصين كتمنع على مسؤولين حكوميين اللي شادين تقاعو يشريو اراضي في الريف؟ تاريخيا مضافين اللي في خدمه مدنيه كانوا كيخدموا السلطه ديالهم وعلاقتهم باش ياخذوا اراضي صحه، وكيحرموا فلاحين من ديولهم وكيديروهم عبيد. اولا خاصك تعرفوا بلي نظام هوكو في الصين اللي كيتعطى على حسب فين تولدتي، كميه هوكو ريفي من هوكو حضاري. واخا ممكن فلاح خدام في مدينه وياخذ هوكو حضاري، ولكن هادشي صعيب بزاف، والا ما قدرش راه ممكن ديما نرجع بلادهم في الريف. اراضي ريفيه كتقسم مجموعه ديال القرى، وهاد الديول اللي فيه هاد اراضي ديال الناس اللي فيه وكيبيعوا شري ديول غير بيناتهم باش ما يشروهاش واحدين اخرين وما تبقاش اراضي زرعيه. وفي اصل كتكون غادا وحده كل اسره اللي فيها الا كبروا ولادهم بغاو يتزوجوا كياخذوا موافقه من قريه باش بنيو دار اخرى. الا مشاو دراري مدينه باش خدموا وخداو هوكو حضاري غادي ترجع للدار الناس قريه باش موت والدين. هادشي في حالات ما اختاروا ولاد يتخليو على هوكو حضاري ورجعوا الا ولا شي شخص قروي مضاف حكومي غادي يتبدل ليه هوكو ديالو هوكو حضاري، ما غاديش يبقى عنده حق باش يولد في دار ديال والدين اللي في الريف. هادشي دار باش منع مضافين عموميين باش ما خدموش السلطه ديالهم مصالحهم الشخصيه. الا كان شي دار خاويه في قريه فغادي تولي من حق الناس ديال قريه واللي كيكون عندهم حق باش يصغروها في زراعه ولا سياحيه، وداك الدخل اللي غادي يجي من هادشي كيتفرق على الناس قريه. شنو راي ديالكم في هادشي؟